كنتم وما زلتم لنا زادا وسندا ونبراسا للخير في زمن اشتدت فيه الحاجة، فدمتم مصدرا للعطاء والرحمة والإنسانية، فشكرا لكم شعب المغرب العريق وحكومته. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن في قطاع غزة كظل الواقع المرير ومع استمرار الحرب أغلاق المعابر وبعد فترة كبيرة. رغيف الخبز اليوم كان حلما لأبناء شعبنا. اليوم بفضل الله تعالى وبفضل تبرعات ملك المغرب محمد السادس قمنا بتشغيل المخبز وتوفير الخبز الجاهز لأبناء شعبنا في ظل الواقع المرير والصعب. نشكر المغرب على هذا العطاء وهذا السخاء الكبير، بارك الله فيكم. رغيف الخبز الآن يشكل مصدر حياة، ومن هنا جاءت الفكرة بعد وصول الدقيق من إخوتنا في المغرب إنه إحنا نوصل للمخابز، لأنه حتى الخبز بتعرف بيحتاج كهرباء، يحتاج. وملك المغرب كان متابع مباشرة إنه توصل للناس، ما كانش بيهمه إنه يصور وتقول طلعت وانسرقت، لا أصر يتابع معنا لحد ما تنخبز وتوصل للناس. والحمد لله الله يخلف عليهم والله يقدركم ويزيل هالغمة قريب إن شاء الله. نشكر المغرب وشعب المغرب والملك محمد السادس، نشكر على جهوده الجبارة اللي بيساعدنا في الظروف الصعبة هذه. نشكر جلالة الملك محمد السادس